هلا والله وغلا. يا مرحبا. يا هلا والله بشير. ساعة مبارك. شلونك؟ يا هلا والله ومرحبا. ما شاء الله تبارك الله. ساعة مبارك اللي شفناه. هذا من طيبك. الله يحفظك ورعاك. معنا الشيخ حجاج العجمي. يا هلا والله وغلا. نبغى نتعرف على حجاج أكثر. حجاج العجمي طالب علم يدعو إلى الله. إعجاب الناس بالداعية والعالم هو إعجاب في حقيقته بجميل ستر الله عليه. معليش ترى أسأل أسئلة شوي. اللي ذا قل لي بس إكس على طول. العجمي يتصنع الطمأنينة بمقاطع والإنستغرام ولا هي؟ لا أبدا، هذا أنا بطبيعتي، وأنتهج نهج النبي عليه الصلاة والسلام في إيصال المعلومة بأفضل وسيلة. أنا حجاج ما شاء الله أنا ترى من أشد المعجبين به ومن قديم أتابعه وناظر أي إعلامي بإنستغرام ألقاه متابعين. تستاهل ما شاء الله. نبغى شيخ حجاج نبغى 5 نصائح لها المتابعين. أبشر خاصة لهم. أي. أنت قريب من رحمة الله بقدر رحمتك للخلق. قال سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين. بعض المفسرين في قوله سبحانه ولم أكن بدعائك رب شقيا يقول ما جربت من الدعاء إلا الخير والإجابة. أردت أن ترى إلى الإيثار على صورة بشر فانظر إلى أمك. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه فيا رب نسألك حسن الختام. الله. بالكلمة الطيبة تغفر الذنوب. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إن من موجبات المغفرة حسن الكلام. الله. شيخ حجاج كلك ملح لا تشاف. لا بنزل فطرتي بس. أصعب قرار استقبله حجاج. كل أقدار الله. حجاج اصبر عادي أسأل. لا أنطر شوي. موقف طريف صار الحجاج كل ما تذكر وضحك. واجد والله مش استحضر. لقيت موقف؟ والله ما لقيت. كل يوم مواقف طريفة ولا في بالي شيء. طيب موقف طريف على الصحابة على الرسول. أخذ صلى الله عليه وسلم يحدث الصحابة عن صفة الضحك لله. الله يضحك ضحك يليق بجلاله. الله. فسمعه أعرابي قال أو يضحك ربنا؟ فقال الأعرابي والله ما نعدم الخير من رب يضحك. وصدق لأنها تفتح الرجاء بما عند الله من الخير والعطاء. حجاج قرار اتخذته تمنيت أنك ما اتخذته. ما يحضرني لكن كل أقدار الله خير الحمد لله. الله. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم وليس كل أحد أمره كله خير إلا المؤمن. لك ميول رياضي؟ أحسنك رأي كورة. ما هو بحولي أبد. لا لعب ولا متابعة؟ كلش. أكيد. ولا عشان قدام الإعلام؟ لا أكيدين. تغرب حجاج بما أنك ناجح بالإنستغرام ما فكرت تدخل بالسناب شات؟ والله ما جاز لي يعني حولك مرة واحدة. اليوميات وكذا ما هي بجوز لي. فكرت تجربه سناب شات؟ لا حاولت كذا بس ما جازت لي طريقته. والانستغرام توثيقي فيديوهات تبقى وينتفع منها الناس. العجمي كويتي ولا سعودي؟ كويتي بطن وظهر. مو بأمك سعودية وأبوك سعودي؟ كويتي عجمي. عجمي فئتها الشهرة ولا ضرته؟ ما سعيت إليها لكن تحقق منها نفع الناس وتوجيه الكلمة الطيبة لهم. الحمد لله. قلة التوفيق هي نصيب لمن عق والديه. يقول عيسى في دعائه وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. من تحلى بالرفق من الخلق قريب من الناس محبوب إليهم. ولذلك قال سبحانه لنبينا صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فكيف بنا. قاعدة عمرية في التعامل مع الناس. يقول عمر رضي الله عنه عاملوا الناس بما يظهرونه لكم والله يتولى ما في صدورهم. أسقط القلق بمجرد أن تحصي نعم الله عليك لا أن تحصي متاعبك ومخاوفك. لذلك قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب بس ايش رايك بتعدد الزوجات؟ أعوذ بالله. وراك تعال وراك. اليوم شوفة الشيخ عزك الله. يا مال العافية. بس إن شاء الله كنا خفاف. لا والله بالعكس وفروحة والله التعليقات كذا تثني عليك. استمتعنا والله معك وطبعا الله يجزاه خير. قلت له غديك جايين أنت للفندق لمي إني تعبان ما أقدر أجي. الله يجزاه استمتعنا والله معك وطبعا الله يجزاه خير. قلت له غديك جايين أنت للفندق لمي إني تعبان ما أقدر أجي. الله يجزاه. نصيحة قبل لا نتفرق. ما أدري. استغلوا رمضان. يا الله يحفظهم. يا حبيبي. يلا السلام. يا حبيلك يا شيخ تفنوسي عن صدري وسعد ما توافقنا يا أنا من شغل أو هو من شغل
بس ما شاء الله هو فعال بالانستغرام بالحيل، أنصحكم. قال صلى الله عليه وسلم لصاحبه في غار ضيق مظلم: لا تحزن إن الله معنا. فإذا ضاقت عليك نفسك بمتاعب الدنيا وهمومها، مما يدفع العبد إلى أن يرضى بالمرض الذي ابتلاه الله جل وعلا به علمه أنها تكفر من ذنوبه وخطاياه. في حديث أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يبتلي عبده المؤمن بالسقم، يعني المرض، حتى يكفر عنه كل ذنب. وفهد ذنوبنا وايد، ذنب يتل ذنب وننسى رحمة الله. ايش رايك؟ الله غفر لزانية سقت كلبا، وعفى عن من قتل 100 نفس، ودعا اليهود والنصارى للتوبة، فكيف بالمسلم؟ يا رب.